السلام عليكم. هعمل معاكم ان شاء الله بيتي فور العيد الاقتصادي بالسمن. طريقته سهلة جدا وبيطلع هش ودايب وطعمه لذيذ جدا. معايا 4 كوبايات دقيق نخلتهم الاول كويس، وبستخدم دقيق مخصص لاغراض الكحك والبسكوت، ومحضرة كوبايتين من السمن حطيتهم في التلاجة مدة ربع ساعة. لازم السمن اللي بنستخدمه ما يكونش سايح ولا بدرجة حرارة المطبخ، دي تركة مهمة جدا لنجاح البيتي فور. ونفس الكوباية اللي بتعايري بيها الدقيق هي اللي بتعايري بيها السمن. نزلت بكوبايتين السمن في بولة او طبق عميق وبضربهم لمدة دقيقة او 2 بالمضرب الكهرباء، وهضيف عليهم دلوقتي كوباية من السكر البودرة. لازم بننخله قبل ما نضيفه عشان ما يكونش فيه تكتلات. وبرجع تاني اشغل المضرب واضرب السكر مع السمن كويس قوي مدة ما تقلش عن 10 دقايق. ممكن تريحي المضرب بعد اول 5 دقايق عشان تحافظي عليه. بضرب لغاية اللون ما بيفتح والقوام بيتقل وبيكون شبه قوام الكريم شانتيه. كده تمام، الخليط لونه فتح والقوام بقى كريمي. محضرة دلوقتي بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، بنزل بيهم بيضة بيضة. اول ما البيضة الاولى بضربها وبتمتزج كويس مع الخليط بنزل بالبيضة التانية، وبضيف مع البيض ظرفين من الفانيليا، يعني معلقتين صغيرين من الفانيليا. بضرب لغاية البيض ما يمتزج ويختفي مع الخليط، وكده المكونات السايلة بقت جاهزة. ودلوقتي بحط مع الدقيق رشة ملح صغيرة وبقلبها مع الدقيق، وهبدأ اضيف الدقيق للخليط. مش بنزل بالدقيق كله مرة واحدة، بضيفه شوية بشوية، لاني ممكن ما استخدمش كل كمية الدقيق دي حسب حاجة العجين. وببدأ بقلب وبخلط الدقيق مع السوائل باستخدام معلقة، بقلب من تحت لفوق لغاية ما الدقيق بيختفي. البيتي فور مش بيتعجن، لو عجنتي العجينة هتنشف وهيطلع معاكي البيتي فور ناشف مش ناعم. مقدار الدقيق ده لو انتي هتشكلي البيتي فور بالمكنة، اما لو هتستخدمي كيس الحلواني في التشكيل فهتحتاجي انك تقللي من الدقيق معلقتين او 3 عشان العجينة تكون اطرى وتنزل من الكيس معاكي وتتشكل بسهولة. لما بوصل للمرحلة دي العجينة لمت ولسه فيها تلزيق خفيف، وباقي عندي 6 معالق من الدقيق. بقسم العجينة نصين، نصها احط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام نخلته قبل ما اضيفه، وهرجع اخلط العجينة بالكاكاو. والنص التاني من العجينة بحط عليه باقي الدقيق وبرجع بلمها، هتلاقيها هتظبط مش هيكون فيها تلزيق. خلاص العجينة كده بقت جاهزة، تاخديها بقى وتشكليها بالمكنة. احلى بيتي فور هتعمليه.